يدعونا رسول الله في هذه الكلمة إلى أن نستمع إلى الحق، ولو جاء الحق من غير مظنة الحق. مظنة الحق في الناس أن يكون المتكلم ذا جاه أو ذا مكان أو رجل مرموق في الكون، وقد لا تتأتى منه حكمة، ولكن ربما جاءت الحكمة من إنسان هذا الإنسان لا تأبه له المناظر. والحق سبحانه وتعالى وزع أسباب فضله على الخلق، فلم يجعل واحدا مجمعا لفضائل، بل جعل هذا يأخذ من الفضائل جانبا وهذا يأخذ من الفضائل جانبا وذلك يأخذ من الفضائل جانبا، حتى يستوعب الخير كل الناس، ويصبح الحكم على أي إنسان بمجموع ما فيه من خصال الخير لا بخصلة واحدة فيه. فلا ننظر إلى الغني لأنه غني، ولا إلى الفقير لأنه فقير، ولكن ننظر إلى ما عوض الله الفقير من خير في الفضائل لا يوجد في هذا الغني.